يعطيك العافيه. الله يعطيك استاذ. شكرا استاذ. اللي بعده. تفضل استاذ. استاذ تفضل تفضل. شكرا. الله على مالك يا امير، صحيح انا لي هيبه بس مو لهالدرجه. تفضل. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك. انا قريت الاعلان تبعكم مشان الوظيفه وجاي اقدم عندكم بالوظيفه. اهلا وسهلا. مفهوم. انت قريت شو هي الشروط المناسبه اللي لازم تكون بالمحاسب اللي رح ينضم لشركتنا؟ طبعا استاذ طبعا. وانت حاسس انه هي الشروط متوفره بحضرتك؟ اكيد طبعا استاذ. انا لو ماني حاسس انه هي الشروط بتنطبق علي انا ما كان جيت تجرأت ووقفت قدام حضرتك وتقدمت للوظيفه، وهي السي في تبعي بيثبت كل المعلومات اللي عم احكيها استاذ. تفضل. ما في داعي. انا رح اسالك سؤال، اذا جاوبت عليه رح نوظفك منه. تفضل استاذ. 6 ضرب 7. 76. 67 استاذ. ما 67. 776 استاذ. هي 767 استاذ. هي. معلش لا انت متوتر شوي، هذا من حقك، بس فكر وقل لي الجواب على مهل. والله بصراحة يا أستاذ الوقفة قدامكم إلها هيبة. على فكرة أستاذ أنا كنت بالمدرسة كتير شاطر بجدول الضرب، بس جدول الجمع أحيانا هيك بفوت معي البرد على السخن، يعني تحملني شوي أستاذ. بس أدلي السؤال آخر مرة بس ورح جاوبك أستاذ. تفضل. 6 ضرب 7. 33 أستاذ. متأكد أستاذ. طيب نحن تبقى نتصل فيك. يعطيك العافية. شكرا استاذ. الله معك. شكرا استاذ. مع السلامة. اللي بعده. اهلا وسهلا. 6 ضرب 7. 23. قديش؟ 23 استاذ. 5 ب7 33 34 35. 6 ب7 35 36 37 38 39 40 41 42. نعم الجواب 42. معناتها جاوبنا غلط. اوف طارت الوظيفة. الو. مرحبا استاذ. يا هلا. استاذ انت عملت فحص مقابلة مشان وظيفة عنا؟ ايه مزبوط، انا عملت مسابقة عندكم. مبروك استاذ، انت نجحت بالمقابلة وفيك تشرف تستلم الوظيفة. بالله بس انا جاوبت غلط. ايه بس جوابك كان اقرب جواب للحل. ايوه ايه على راسي، الله يبشرك بالخير، الله يديمك ويطول بعمرك يا رب، على راسي. سلامات. الله خرجنا من تحت ايدينا اساتذه وعلماء. اخ لك هون العلم. اوف الله يرحمك يا ايوب، منيح وصيتني انه ادخل علمي. هون العلم. 5 ب5 26. 5 ب4 19. 3 ب6 15.